يا جماعة أنا دكتور في الكلية، والنهاردة حصل لي موقف مخليني مش عارف أفرح ولا أزعل. الموضوع بدأ لما جات لي طالبة مصرية جديدة أول مرة تيجي ألمانيا. البنت يا عيني كانت تايهة خالص، على الله حكايتها ما بتعرفش تتكلم كلمتين ألماني على بعض، بس علشان الدراسة لازم تحسن اللغة بتاعتها علشان تقدر تفهم المحاضرات، مفيش حل تاني. المهم كواجب مني إننا مصريين زي بعض لازم نساعد بعض في الغربة، فعرفتها على بنت المانية لطيفة قلبها أبيض بتحب تساعد الناس، وقلت لها اقعدي معاها كتير، الممارسة هتفرق معاكي. بس للأسف في قاعدة ثابتة كلنا عارفينها، المصري يؤثر ولا يتأثر. المهم عدى كام يوم والنهاردة دخلت المكتب لقيتهم قاعدين بيضحكوا. أنا فرحت وقلت شكل البنت المصرية شاطرة وبدأت تتعلم أهو، وقربت منهم وقلت لهم بكل فخر جوتن مورجن، يعني صباح الخير بالألماني. اللي حصل بعد كده كان صدمة العمر لما لقيت البنت الألمانية ردت عليا وقالت لي صباح الفل يا دكتور إسماعيل. أنا ساعتها وقفت مصدوم وبصيت للمصرية ولقيتها مبتسمة كده ببراءة وبتقول لي كان لازم أعلمها مصري علشان نعرف نتفاهم مع بعض.